خصيصا لتكييف مناخ الأعمال في الجزائر مع البيئة العالمية والصعوبات المالية التي تعترض مخطط عمل الحكومة، كاشفا بأن هذا القانون يأتي لإلغاء الاقتطاع من احتياطي الصرف من أجل تمويل الاستثمارات العمومية، إضافة إلى تأكيد الوزير بأن مضمون القانون المعدل سيكون آلة حقيقية لوقف مناورات المستثمرين الأجانب. وجب تصحيحها لتفادي ظهور حالة يمنح فيها حق تحويل غير محدود مقابل أسهم ضائلة أو شبه منعدم، إضافة على اقتطاع من احتياط الصرف الوطني لتكلفة العتاد المستورد من طرف الأجانب. مداخلة نواب الأفلان حملت معها انتقادات بالجملة لمناخ الاستثمار والقانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بقاعدة الاستثمار 51-49، مطالبين بإعادة النظر فيها، كما حذر بعضهم من اعتماد القانون الجديد على التوجه السخي لتفادي تكرار سيناريو رجل الأعمال يسعد ربرب الذي استفاد من دعم الحكومة للتحايل عليها والانقلاب ضد التزاماته حسب نواب جبهة التحرير. ما ننساوش باللي ربرب هذايا هو بروفيتا في وقت طمار، اللي كاع المؤسسات قدام قريب كاع باطل، واليوم هذا السيد هذايا على جالو كاين قريب 1300 عامل مساكن اللي راهم في العداله، باعوا له كاع لي زونتربريز. اليوم بالقانون الاستثمار هذا لازم اليوم نحافظوا على الاستثمار تاع البلاد ونحافظوا على المؤسسات تاع البلاد. سيكادي انت لو ما دخلتش عندك ما ديالش، سيكادي عندك 6 شهور في لاطوال شهر تهبط ل 3-4 شهور، وراه ضرب الجزائر راه كاين مع الوزير لي دومان كارثه باش يدير الدوسي، الاداره كارثه، ما تقدرش وحدك، مستحيل دير واش حال. كما تضمن القانون الجديد رفع